وإله من قصة ملكة هي سبب وجود الألعاب الأولمبية منذ عام 776 قبل الميلاد وإلى الآن. تروي الأسطورة اليونانية القديمة قصة ملك اسمه أوينوماوس وابنته الجميلة جدا هيبوداميا التي جزم بموتها أحد العرافين على يد زوجها المستقبلي، ولهذا فقد اشترط الملك أن يركب أي شاب يريد الزواج بها في عربة وأن يتبعها الملك بعربة أخرى راميا عليه الرماح، فإن تفاداها تزوج ابنته. لكن الملك كان يملك خيولا خارقة السرعة من الإله بوسيدون. أحبت ابنته رجلا يسمى بيلوبوس الذي عالج والدها بالخديعة، واتفق مع قائد حرسه أن يضع له دبابيسا شمعية بدلا من البرونزية، وفعلا سقط الملك وقتل، وأصبح بيلوبوس ملكا عظيما وأقام سباقا جنائزيا كبيرا تكريما للملك. أصبح هذا السباق ملهما للألعاب الأولمبية. لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.